السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنبدأ اول درس في المستوى الثاني، وهنبدأ نتكلم على مفهوم السيولة بشكل عام ان شاء الله. الحلقة دي هتبقى دسمة قوية جدا جدا، فانت لو وراك حاجة روح اعملها واتفرج على الحلقة دي برواقة، لانها ممكن تكون من اهم حلقاتك وانت بتتعلم اي حاجة خاصة لان السيولة دي مش اسم سي بس، السيولة دي كل المدارس، فاهمين؟ فعشان كده بقولك لازم تتفرج على الحلقة دي وانت اكنك بتتفرج على فيلم كده، لان هي اصلا ممتعة. انا اصلا بحب اتكلم عن السيولة كتير، انا اصلا شغل 80 90% منه عن السيولة، فعشان كده هحاول ابسط لك المعلومات على قد ما اقدر. قبل ما نبدأ ان شاء الله بس هبدأ اقول لك ان انت خلاص دخلت معايا في المستوى المدفوع. المستوى المدفوع ان شاء الله يبقى قوي جدا. دي شوية حاجات انا نعم مش مرتبها، ولكن برضو في حاجات هنزودها، هنرتبها بالتفصيل ان شاء الله، ونبدأ نحط مستوى تاني وتالت. ده برضه هيبقى مستوى لوحدها نبدأ نتكلم عليها كل الكلام ده بالتفصيل، وكل واحدة ليها حلقة. يبقى في مستوى رابع لسه مش هنتكلم عليه دلوقتي. الجروبات ان شاء الله هنبدأ نتكلم على في جروب المناقشات، لو انت مثلا هنصحح لك الكلام، مثلا انت ما عرفتش في الفاليو جاب الهيكل وهكذا. الفرص والتحليلات ده هيبقى برضه جروب خاص بالتحليلات والفرص اللي بعلمك انت، اللي انت شايفه ابعته لنا وانا اقول لك ده صح ولا غلط. ما تتكسفش، واخد بالك انت احنا كلنا زي بعضينا مثلا، او انت صحابك اللي معاك في الجروب نفس المستوى، فاهمين؟ فانت ابعت لي اي تحليل سواء صح ولا غلط، ونبدا ان شاء الله نصححه مع بعض. وهنطلع لايف مثلا من يومين 3 ايام في الاسبوع ان شاء الله، نقول فيها السوق، نقول فيها الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، نقول فيها ايه الاجابات اللي احنا بدانا نشتغل عليها. المهم ركز معايا بقى في السيوله، لان السيوله دي بشكل عام انت بتقع في حاجه كبيره جدا، وهي ايه بقى؟ وهي ان انت طول ما انت مش فاهم السيوله، انا اسف يعني، ما تتداولش. ليه؟ لان انت اللي بتبقى السيوله اللي السعر بياخدها عشان يديها لغيرك. ودي ممكن تكون معلومه رخمه شويه للمتداولين، بس والله طول ما انت بتتداول وانت مش عارف يعني ايه سيوله، انت اللي بتبقى السيوله بتاعت السوق اللي بيروح ياخدها، اللي بيروح ياخدها منك. السوق بيروح ياخد منك الفلوس ويديها لواحد فاهم سيوله. طيب تعالى يا سيدي اقول لك ايه مفهوم السيوله باختصار. هي انواع كتير وي، ولكن الحلقه دي ان شاء الله هبدا افهمك بس مفهوم السيوله بشكل عام، وايه هي المناطق اللي فيها السيوله، وايه الذات. المهم واحده واحده كده. هو اصلا المستوى ده كله هيبقى ان شاء الله ممكن بتاع 12 حلقه ولا حاجه سيوله فقط لا غير، ماشي؟ دلوقتي انا وليكن انا عندي شمعة في المنطقة دي كده، وعندي الديل بتاعها. تمام، انا بمشي معاك واحدة واحدة. وزي ما قلت لك الحلقة دي يمكن اهم حلقة هتشوفها في حياتك في التعلم عامة التداول كله. فانت بعد اذنك لو وراك حاجة روح اعملها واتفرج على الحلقة دي على رواقة، لان هي هتكون حلقة قوية جدا يعني. طيب دلوقتي انا عندي شمعة، ماشي؟ الشمعة دي ليها ديل، فالديل ده زي ما انت شايف قفل في المنطقة دي، او الشمعة قفلت في المنطقة دي. فانا ده لو هيدل على ايه؟ هيدل ان في ناس اشترت من هنا وبقوة وصلت السعر للمنطقة دي، واخد بالك؟ فانا هنا عندي اي ديل لاي جسم شمعة في سيولة تحتي، دي اسمه في فلوس. الفلوس هي السيولة باختصار. فانت مجرد ما تسمع سيولة، هي فلوس محطوطة هنا وصلت السعر للمنطقة دي. تمام كده يا سيدي؟ تمام. طيب انا دلوقتي عايز مثال. انا دلوقتي عندي ده تارجت بالنسبه لي، انا مستهدفه ومستني السعر يوصل له، ماشي؟ وانا بدات اشتري من هنا، وبدات حطيت وليكن انا اشتريت من هنا، وحطيت ستوب لوس بتاعي هنا، وبدات استهدف الايه المنطقه دي. تمام كده يا سيدي؟ تمام. طيب يجي بعد كده السوق يقوم عامل لك ايه؟ ماشي؟ طبعا ده مش انت، ده شويه يعني، انت ممكن انت ومليون واحد زيك، لان دايما انت لما بتيجي تشتري مثلا من منطقه، بص كده، لما تيجي مثلا تبيع من منطقه، وليكن انا بقى هبيع من هنا، بتحط ستوبك فين؟ هل هنا ولا فوق القمه؟ لا والله فوق القمه، صح كده؟ بص السعر هنا عمل لك ايه؟ نزل شويه اهو، ان هو يطلع وطلع خد خسر كل الناس اللي هنا، وبدا يعمل ايه؟ وبدا يهبط. فكويس ان احنا لقينا المثال ده يعني، لان هو ده اللي هنشرحه دلوقتي. فانت خلاص بدات تشتري من هنا وقوم تارجت المنطقه دي، وهو فعلا السعر رايح هنا، انت تحلك ممتاز. ولكن السيوله بقى بيقول لك ايه؟ تلاقي الشمعه اللي بعد كده عملت لك كده، ركز معايا، ده بقى السوق هو اللي بيعمل كده. يقوم نازل بشمعة زي اللي شفناها في دلوقتي، واخد لك ايه؟ خد لك السيولة او خرجك، ضرب لك ستوب بقى، ضرب لك تأمين، المهم ان هو ما دخلكش معاه. خد لك السيولة وخد لك الناس، كل الناس اللي دخلت من هنا. وبعد كده تلاقي الشمعة اللي بعدها عملت لك ايه؟ تك تك، طلعنا جبنا التارجت. تقول يا عم ده انا كنت مثلا داخل هنا ب1000 دولار وكنت هكسب 7000 دولار. يا يعني هي فرقت الحتة دي؟ اقول لك ما انت مش فاهم السيولة. معايا واحدة واحدة تبدأ تفهم السيولة ماشية ازاي، ماشي؟ ان شاء الله هحاول ابسطها لك. طيب تيجي تقول لي طب ما خلاص، يبقى انا مثلا دخلت هنا مثلا اول مره ب1000 دولار، ولقيت ان السعر عشان يطلع بينزل ياخد سيوله،
ويطلع صح كده، اقول لك خلاص بقى، ما انا خسرت المره دي، فانا المره الجايه هستنى الناس يخشوا من هنا، الناس اللي هي مبتدئه بقى، اللي هي ايه لسه مش فاهمه السيوله، ماشي، وانا هستنى السعر ينزل ياخد سيولتها، يعني الناس مثلا وليكن داخله حاطه اسطوباتها في المنطقه دي كده، ماشي هنا كده، فالسعر نزل خد السيوله اللي في المنطقه دي كده، او خد اسطوبات الناس وبدا يطلع، فانت تقول لي خلاص انا مش هخش من هنا، لان انا دخلت اول مره من هنا واتضرب لي ستوب، فهبدا اعمل ايه، اخش من تاني مره. انا هستنى يا رب بتاع ده يكون بيسجل تمام. يبقى انا هستنى الناس يتضرب لها ستوب، وبعد كده السعر يقوم ايه، اخش معاه بقى هنا على نضيف. اقول لك عندك حق، ولكن طب ايش اللي يضمنك ان السعر خسر اول ناس من هنا، وخسر الناس الشاطرة اللي انت بقيت منهم، وخسرهم تاني مرة من هنا، وتالت شمعة ممكن يعمل لك كده طبيعي كده، ويقوم واخد لك الايه، الاسطوبة برضو من هنا، بتحصل كتير. ودي برضو من انواع السيوله نبدا نتكلم عنها يعني، فعشان كده بقول لك السيوله انواع كتير جدا جدا. بص يا شباب، لو بتشوفوا تحليلي او بتتابعوه، انا عندي السيوله انا برمز لها بحاجتين، الاكسات دي، الاكس والعلامه دي بتاعت الدولارات دي، فتشوف دي، شوف دي هي دي السيوله، ماشي، عشان بس ايه تبقى فاهمني. فانت كده السعر لو انت داخل مبتدئ، خد لك ضرب لك ستوب من هنا ونزل، خد لك الفلوس اللي هنا. وتاني مره قلت لي لا يا عم انا مش هخش من اول مره، خلاص بقى انا حفظت، فهبدا اخش من هنا. طب لما دخلت من هنا السعر برضو نزل ضرب لك ستوب، وبدا يعمل لك ايه، وبدا طلع ضرب التارجت، تقول يا عم خلاص انا خسرت هنا 1000 وهنا 1000، انا هستنى تالت مره السعر يدخل المبتدئين هنا، وبعد كده السعر الناس اللي مستنيين دول يضرب لهم ستوب، فانا هخش مع المحترفين هنا، وبعد كده هخش مع صناع السوق من هنا. اقول لك الله ينور عليك، ممتاز. ولكن السوق لو بيعمل كده فعلا كان كل الناس كسبت. هو السوق ما بيعملش نفس الحركه مرتين ثلاثه اربعه بنفس الطريقه، يعني مثلا ساعات ايه يكسب المتداولين اللي هنا دخلوا من هنا، خلاص السعر مش هيضرب لهم اسطوبات، ويبدا يطلع السعر، يطلع مثلا نزل مثلا السعر، يبدا السعر يطلع للتارجت من غير اصلا ما يضرب لك ستوبات. يعني هو اصلا خلاص المبتدئين دخلوا هنا، واحنا كناس محترفين مستنيين السعر هنا وهنا، هو ولا هيدخلك من هنا ولا يدخلك من هنا، هو اصلا يطلع من هنا، فهمت. واوقات السعر، ودي برضو من انواع السيوله اللي بقول لك عليها هنتكلم عليها بعدين، واوقات السعر يضرب لك المبتدئين ويدخلك معاك ايه الناس المحترفين من هنا، وانت كبروفيشنال مستني ان السعر يكسر لك تالت مره عشان تطلع، وهكذا بقى. هو ده السوق، هو ده بيمشي كده. طب تعالى كده نشوف مثلا شويه حاجات كده على اللي احنا قلناه، مثلا وليكن دلوقتي انا وليكن السوق، بص انا ما بكلمكش في اي حاجه دلوقتي، انا واحده واحده بفهمك الدنيا ماشيه ازاي. انا دلوقتي خلاص جبنا المثال ده، انا دلوقتي عايز انزل. بص يا سيدي، انا دلوقتي شايف ان المنطقه دي حلوه ان انا ابيع، ماشي، وانا بمثل لك مثال يعني، مش شرط تكون فاهمه قوي، ولكن برضه بمثل لك مثال، وده التارجت بتاعي، ماشي. طيب السعر نزل شويه، فرحك كمتداول، بدات انت ايه تامن خلاص. يعني انت مثلا دخلت من الشمعه هنا، خلينا نقرب شويه، انت دخلت من الشمعه الحمراء دي، واخد بالك، ومستني التارجت مثلا المنطقه دي، ماشي. طيب السعر فعلا راح لك المنطقه وبدا ينزل، فانت خلاص بقى ايه، هتحط مستني السعر يجي يعمل لك ايه، يجي يعمل لك التارجت بتاعك، يقوم طب انت هتأمن دلوقتي صح كده، خلاص لان السعر نزل وقرب التارجت اهو، يقوم طالع لك، بص بقى طالع لك عمل لك ايه، ضرب لك التأمين بتاعك. شايف الشمعة دي خدت السيولة بتاعت كل الناس اللي هنا واللي دخلت هنا، ليه؟ لان انت مش داخل لوحدك، مش انت بعت من هنا. اقول لك اقول لك والسعر والشمعة الحمراء دي برضو عشمت ناس ان السعر هينزل للمنطقه، فناس باعت من هنا وناس باعت من هنا وناس باعت من هنا وناس باعت من هنا، فهمت الحته دي. وكل الكلام ده المنطقه دي، واخد بالك، خدت سيرة كل الناس وبدأوا ينزل. طب خلينا ندي المثال اللي احنا قلنا عليه ده، يبقى المبتدئين دخلوا من هنا، ودخلوا منين برضو، دخلوا من هنا ليه، لان هو شايف سعر خلاص بدأ ينزل، فهو خايف ان السعر ما يصحح عشان ياخدك معاه يعني، فبدأ يعمل لك ايه، بيع من هنا بيع من هنا بيع من هنا، راح ايه بقى، راح السعر راح طالع ضرب لك الايه الاستوبات لكل الناس دي، وبدأ انت خلاص ضرب لك ستوب من هنا، كل سنه وانت طيب. طيب تعالى بقى ايه، تعالى نشوف، ما سجلتش، لا ممتاز. تعالى بقى نشوف احنا قلنا ايه، مبتدئين بروفيشنال هيخشوا من هنا، صح كده. طيب فعلا دخلوا بروفيشنال من هنا، طيب وبعد كده السعر راح عمل ايه، بدأ ينزل، تقول المبتدئين يقول لك ايه، انا واثق في الصفقه دي، خلاص بقى انا خلاص السعر فعلا طلع ضرب لي استوبات للناس دي، وبدأ ينزل زي ما انت شايف،
فايه بقى خلاص يبقى المبتدئين هيخشوا من هنا، انت خلاص البروفيشنال دخل من هنا مره واحده، المبتدئين هيفضلوا يخشوا من هنا ويخشوا من هنا، كل ما بيشوفوا شمعه وراها حمراء او كده بيجروا وراها، بيجروا ورا الفوم، ودي حاجه اسمها فوم يا شباب، وان شاء الله نبدا ازاي نشتغل عليها في الحلقات الجايه. المهم ان خلاص المحترف دخل من هنا، المبتدئين بدأوا يخشوا من هنا ومن هنا، راح ايه بقى السوق راح طالع تالت مرة ضارب لكله تأمين. مين اللي دخل من هنا بقى؟ البروفيشنال اللي هم الناس التالتة اللي احنا قلنا عليهم. وزي ما انت شايف السعر بدأ ايه ينزل. دي كانت تقريبا اخر حلقة في الذهب على الفريم ال5 دقايق، يعني هو ده مثال بسيط جدا. فهمت؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا واحدة واحدة ازاي السيرة وازاي السعر بيطلع ياخد السيرة من الناس. طيب في بقى اشكال كتير وانواع، ده جزء بسيط يعني، كل اللي احنا قلناه ده جزء بسيط قوي في السيوله. ماشي طيب. اتمنى ان انت تكون فهمت لحد دلوقتي. ماشي. انا بقى دلوقتي لو عندي سعر مثلا وليكن صاعد زي ما انت شايف في المستوى الاول، معودك على البتاع ده عشان ما تتزودش معايا، وبدأ يصحح. طيب انا عندي فين اخر اتنين بص او اخر قيمتين؟ عندي دي قمه وعندي دي قمه، صح كده؟ طيب انا زي ما علمتك في المستوى الاولاني، فانت مستني السعر يعمل لك ايه؟ يرد لك مثلا في المنطقه دي كلها في اوردر بلوك هنا، وفي اوردر بلوك هنا، وفي فير فاليو جاب مثلا هنا، وفي اوردر بلوك هنا. فاحنا بالنسبه لنا زي ما قلنا ان احنا بنعتمد الاوردر بلوك الاولاني والاوردر بلوك الاخير، صح كده؟ تقول لي اه ممتاز. طب يا سيدي ما هو الاوردر بلوك الاولاني ده سوري، لو احنا مثلا مش مفيش اوردر بلوك اولاني، ماشي. طيب تيجي تقول لي طب فين السيوله بقى هنا ابدا ادور عليها؟ اقول لك مش احنا قلنا ان احنا هنبدا نشتري من اخر اوردر بلوك عشان اتارجت المنطقه دي؟ او تقول لي ايوه عندك حق. اقول لك ما هو الاوردر بلوك ده فخ سيوله، بيعشم الناس ان هو هيطلع، ما انت بقى مش فاهم، ويجي يرد من الاخير فيطلع شويه كده قوم نازل واخد لك ستوبات. فده بالنسبه لي بقى سيوله، وهنشرح كل ده على الشرط. انا عايز بس افهمك العمل الاول، وبعد كده نبدا نشتغل نظري ان شاء الله. فانا عندي برضو المنطقه دي برضو فخ ليه؟ لان هي مش اوردر بلوك اللي انا مستني السعر، وهنعرف برضو اوردر بلوك ده امتى نعتمد الاوردر بلوك اللي في النص والكلام ده واحده واحده. ولكن عايز افهمك سيوله. ماشي. طب هل هنا برضو عندي سيوله؟ اه والله انت عندك سيوله. فين يا عم السيوله بتاعتي؟ اهي هي قدامك طول ما انت شغال، بس انت مش واخد بالك. طب مش تيجي تقول لي مش ده عمر بلوك اوف ستراكشر انت متعودنا، او دي قمه بكسرها انا اصلا عمال اكسر في قمم، فانا هتارجت المنطقه دي. اقول لك ايوه، ما هو انت دلوقتي بتارجت المنطقه دي، فدي بالنسبه لك سيوله. فهمت معنى السيوله بشكل عام عامل ازاي؟ انا بعمل ايه؟ بستنى السعر ينزل يسحب لي السيوله وياخد السيوله اللي هنا ويرد لي من منطقه هستهدف الايه السيوله اللي فوق. يعني البريك اوف ستراكشر ده هو اصلا سيوله. فهمنا لحد كده ولا ما فهمناش؟ طيب تعالى بقى اقول لك واحده واحده، اجيب لك على الشرط ونبدا نشتغل واحده واحده. ماشي. لان في شغل كتير جدا هتبدا تفهم يعني ايه سيوله بشكل عام. والله الحلقه دي قويه جدا جدا جدا. يمكن انا كنت عايز ابدا من الصفر معاكم في السيوله، وعشان كده بدات. ان شاء الله في الحلقات الجايه نبدا نتكلم على انواع السيوله بقى باختصار وواحده واحده كده، ولكن ده مجمل كده بشكل عام هو السعر بيدور على ايه. ماشي. طيب انا هنا السعر وليكن عندي مثلا اعلى قمه. ماشي. فين اعلى قمه؟ اقول لك على حاجه، مش ده بريك اوف ستراكشر صح كده؟ طيب تقول لي ممتاز. طيب وده بريك اوف ستراكشر او ده يعني؟ اقول لك ممتاز. طب فين اللي تشك بتاع المنطقه دي؟ اقول لك ده اللي تشك او ده اللي تشك صح كده؟ اقول لي اه ممتاز. طب امتى؟ طب انت يا عمرو ازاي ان اللي تشك ده، خلينا نعمل ده بص، وده اللي تشك. طب ازاي يا عمرو السعر نزل عمل لي تشوك وما كملش هبوط؟ مش انت علمتنا مجرد ما تعمل تشوك هبدا ادور على مناطق باقيه؟ اقول لك ايوه عندك حق، ولكن ده هتفهمها في الحلقات اللي بعد كده ان شاء الله، ان ده نوع من انواع السيوله. دي السيوله مستهدفه. هو السعر لما طلع عمل لي القمه دي، هو نازل يستهدف ادي واحد اتنين تلاته اربعه، كل دي السيوله متسابه وراه، وهو السعر عايز يطلع على نظافه، فهو نازل مستهدف كل السيوله دي عشان بعد كده ايه بيبدأ مثلا يرد لي من المنطقة دي وليكن الريجكشن بلوك ده، وبعد كده يصعد مع ان هو عمل تشوك. بالظبط. وبعد كده هيبدأ يصعد معاك. طب ازاي بقى يا عم؟ يعني ازاي يعمل تشوك وبعد كده يطلع يعمل تشوك تاني؟ عشان اقول لك انت لازم تتعمق في السيوله عشان تبدا تفهم هو السعر النازل يعمل ايه. هو السعر النازل ياخد لك سيوله ويرد لك من منطقه. طب هل هنا في، بلاش نتكلم في الكلام دلوقتي، المهم انا دلوقتي فهمت كمجمل عام. انا القواعد فهمنا ومشينا عليها المستوى الاول، ولكن المستوى التاني دي
هنشتغل 20% قواعد، 80% فهمك للسيوله. يعني انت دلوقتي مجرد فهمك للسيوله اول 3 حلقات او 4 حلقات، واول لما تشوف المنطقه دي كده هتقول بس خلاص انا مش هعمل هيكل، انا مش محتاج هيكل، انا عندي السيوله السعر نازل ياخدها، فانت هتبيع من المنطقة دي كده، وليكن بمجرد بس فهمك للسيولة، وتستهدف ايه السيولة القوية اللي احنا بنستهدفينها هنا، ماشي. وبعد كده السعر ينزل يرد لك، خلاص انت كده فهمت الدنيا. غيرك بقى بتاع الاس ام سي الاولاني يبدا يقول لك يا عم ده حصل لك تشوك، وبعد كده حصل تشوك، ايه السوق الزبالة ده؟ وده شخص مش متعمق في السيولة ولا فاهم حاجة في السيولة. تمام كده يا سيدي؟ طيب تمام. عندنا برضو حاجة تاني، وهي ايه بقى؟ انا مثلا وليكن دلوقتي، خلينا اجيب لك ايه اي قمة، ده بريك اوف ستراكشر، صح كده؟ صح. هو السعر بينزل لما بيعمل لي بريك او قمه او بريك اوف ستراكشر، السعر بينزل يصحح عشان يكمل صعود، صح؟ اقول لك ايوه صح. ولكن هو اصلا مش نازل عشان جمال عينيك، ده هو نازل عشان ياخد سيوله الناس المبتدئين اللي مش فاهمين حاجه، اللي بيبداوا يخشوا من هنا، يخشوا من هنا، يخشوا من هنا، يخشوا من هنا. فالسعر بينزل ياخد لك سيوله كل الناس دي، على قد بقى بيطلع، على حسب برضو ما نعرف ايه هي السيوله المستهدفه، وازاي ابدا اشوفها انها خلصت والكلام ده كله. وبعد كده يطلع ياخد لك السيوله اللي احنا قلنا عليها، مش بريك اوف ستراكشر بقى، ده خلاص في المستوى الاولاني، بدا ياخد لك السيوله اللي هو سايبها لك فوق. فهمنا الحته دي؟ طيب على الدهب برضو حصل برضو حاجه حلوه، تعالى اوريها لك. يمكن من تحليل الاسبوع اللي فات يعني، عشان برضو تفهم معايا واحده واحده. انا كل ده بفهمك او بخليك تبدا معايا واحده واحده لفهمك للسيوله، ماشي. طيب دلوقتي خلينا كده، ايوه. تعالى يا سيدي، بص يا معلم، شرحت انا في الحته دي في المنطقه برضو، في التحليل يعني، صفقه مش فاكر، ولكن برضو هي حاجه حلوه. بالنسبه للسيوله، مش انا عندي دلوقتي السعر صاعد، ايوه. طب الهبوط ده، فهو هابط يعمل ايه؟ هو هابط ياخد سيوله عشان يكمل صعود، اتفقنا؟ طيب انا دلوقتي فين السيوله بالنسبه لي؟ انا في القمه دي مثلا ما عنديش هنا اي ديل شمعه ساحب سيوله غير ده واحد وده اتنين. يبقى انا دي السيوله بالنسبه لي اللي السعر المفروض نازل ياخد اول حاجه فيها. فهمنا الحته دي؟ طيب يبقى انا عندي دي سيوله، خلينا واحده واحده كده، ودي خلينا نعملها اكس، او زي ما تسميها سميها بقى، المهم انا ما عنديش مسميات على قد ايه ما معايا. هو ما عملش اكس ليه؟ ايوه. ومعايا هنا سيوله، فانا مستني السعر ياخدها وبعد كده اشوف السعر هيعمل ايه. طب بص بقى، لما السعر نزل عمل لك حاجه حلوه قوي هنا، بص، نزل لك من المنطقه دي، نزل ما اقدرش، فخلاص بقى ساب لي هنا برضو ايه، سيوله تانية. يعني مثلا انا هنا وليكن عندي مليون دولار، السعر لما نزل وما قدرش ياخدها برضو ساب لك هنا، ادي كده بقى 2 مليون دولار. طلع شويه ونزل، خلاص بقى يكسر، ما كسرش، بقى 3 مليون دولار. بعد كده طلع شويه ونزل، خلاص بقى 4 مليون دولار. فهمنا الحته دي؟ بقى انا عندي هنا ترند سيوله قوي جدا لازم يتجاب. هناخد برضو زي ما قلت لك انواع السيوله اللي هتتجاب ولا مش هتتجاب، ولكن انا بس بفهمك واحده واحده بس تبقى فاهم ماشي ازاي. طب انا دلوقتي، ركز معايا، انا دلوقتي بالنسبه لي، امسح بقى كل الكلام ده، انا دلوقتي بالنسبه لي لو في شمعة من دول كانت سحبت السيولة كده، اقول لك خلاص ده السعر نازل. بص بقى اوريك بقى جمال السوق للي فاهم السوق، ماشي. هقول لك خلاص، طالما السعر اي شمعة سحبت سيولة واحد اتنين تلاتة اربعة، اقول لك السوق عمل اللي عليه، هو نزل خد السيولة عشان يبدأ يكمل ايه، صعود. فهمنا كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي السعر صاعد وسايب سيولة وراه، وهو اصلا في اتجاه صاعد زي ما احنا شايفين. اقول لك لا، في حاجه غلط، هو نزل ما خدش السيوله وسابها لي وطلع. يبقى هو طالع يعمل ايه وايه نيته؟ هو طالع ياخد السيوله اللي فوق دي بقى خلاص، ومش هيكمل صعود ليه؟ لان هو اصلا سايب لي السيوله تحت. فهو اول لما خد لي السيوله، مش انت قلت لي يا عمرو السيوله بتبقى بدل؟ اقول لك ايوه، بس في الحلقات اللي بعد كده نعرف ازاي يبقى قافل بجسم ونعرف نعتبرها سيولة في الحلقات الجاية ان شاء الله. لان برضو معلش لو قطعك، في ناس كتير جدا 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 تيجي تقول لك ايه، الاغلاق بجسم فوق المنطقة اللي مش عارف ايه ده، كده معناه الصعود والاغلاق كان ده. والله العظيم الناس دي ما فاهمة حاجة، لان السوق مش مثالي للدرجة دي، ماشي. فالمهم ان كمل بس، كمل معايا واحدة واحدة، هتبدأ تفهم ان شاء الله في الحلقات الجاية امتى الشعر يقفل بجسم ونعتبرها سيولة. فانا خلاص، بما ان السعر ساب لي السيوله هنا كتير زي ما انت شايف، مثال واضح وصريح، بدا يطلع، واخد بالك انت؟ بدا ايه، خلاص هو خد لي السيوله اللي فوق. طب انت دلوقتي تتوقع ايه؟ تتوقع كفهمك الى الان، هيكمل صعود ولا هيكمل هبوط؟
اقول لك كنت انا اتوقع ان هو يكمل صعود، تعرف لو عمل ايه؟ لو السعر طلع لي لحد في المنطقه دي هنا كده وما خدش السيوله دي، يسيبها لي وينزل ياخد لي ده وبعد كده يكمل ايه صعود. بس هو ما عمليش كده، هو طلع سحب لي ده، يبقى خلاص طالما سحب ديت يبقى انا الهدف بتاعي ايه؟ السيوله اللي تحت دي زي ما انت شايف. فانا بحاول ابسط لك المعلومه على قد ما اقدر. وفعلا السعر زي ما انت شايف، بص في اتجاه صاعد وواضح زي ما احنا شايفين. رحت انا بعت لهم على الجروب قلت لهم هنبيع الذهب من المنطقه دي خلاص. انت مجرد فهمك للسيوله، احنا لسه بص ما اتكلمناش في اي نوع، ده نوع من ضمن الانواع، ما انت بس مجرد فهمته، انما ليه بقى شروط والكلام ده بعدين هنبدا نتكلم عليه ماشي. طيب بص السعر راح عامل لك ايه؟ طلع سحب لك دي، هو خلاص بقى هيطلع يسحب عشان يكمل ايه؟ هبوط. وفعلا هبط. طب تعالى تاني، اداني هنا ايه؟ خلاص بقى الاتجاه اتحول لهابط ماشي. طيب اداني هنا ايه؟ اداني قاع. خلاص. طيب القاع ده يا سيدي ركز معايا، القاع ده دلوقتي السعر راح صحح شويه وبدا ينزل. طب هل كسره عشان يبدا يكمل صعود؟ ما انا من هنا انا ببدا اشوف هل السعر هيصعد ولا هيهبط. ماشي. طيب لو جه الشمعه دي عملت لي كده كده زي ما انت شايف، اقول لك خلاص تصدق ده السوق هيصعد. طب هيصعد ليه؟ لان هو خد لي السيوله في المنطقه دي، فده بيدل الى الان على الصعود مع برضو شويه ايه مسميات، وهو السعر بيطلع يعني هو اصلا السعر سايب لي السيوله هنا برضو ايه، ما اقدرش اقول ان هو يطلع، لا ده بالعكس ده ينزل عشان ياخد السيوله دي. وده برضو نوع من انواع السيوله ماشي. فانا دلوقتي زي ما قلت لك انا عايز افهمك بس، مش هقول لك بقى ولا كلام ولا انجينير ليكويديتي ولا ليكويديتي بول ولا ولا الكلام ده كله، واحده واحده هتفهم معايا كل الكلام اللي انا عايز اوصله لك ماشي. طيب فهو هنا السعر عمل لي ايه؟ ما خدليش السيوله دي. فهمت؟ يبقى هو طالع عشان ياخد سيوله فوق ومن بعدها يبدا يكمل هبوط. طيب فين يا عم السيوله؟ اقول لك انا كل دي سيوله، شايف كل الشموع دي مش متاخده. طب في حاجه تانية؟ ايوه الشمعه دي قويه برضه زي ما قلت لك، مش شرط تفهمها دلوقتي، هفهمك امتى دي تبقى سيوله قويه ودي مش سيوله قويه، لكن بس انا عايزك تفهمها دلوقتي. طيب وبعد كده السعر بقى في مناطق اهتمام مهمه اشتغلنا عليها. وعايز اقول لك على حاجه برضه، انا اسف، ده اوردر بلوك صح؟ الاوردر بلوك الاولاني اللي احنا قلنا عليه، ولكن ده انديوسمنت بلاش نتكلم عليه، بلاش نتكلم عليه، لان انا برضو ايه عايز اوصل لك ايه هو الانديوسمنت في حلقه كده. ليه ما بنشتغلش عليه، او ممكن احاول ان انا اخلصه لك النهارده يعني ماشي. طيب يبقى انا هو السعر طلع خد السيوله دي، ركز معايا بقى. طب بعد ما خد السيوله هو خلاص عايز ينزل يتارجت الايه السيوله اللي احنا قلنا عليها. بص عمل لك ايه؟ وليكن انا عندي هنا منطقه حلوه ان انا ابيع من عندها ماشي. طيب امسح امسح عشان ايه اللون الموف ده. طيب بص المثال اللي انا قلت لك عليه، دخل المبتدئين طلع ضرب لهم ستوب، السعر فعلا نزل شويه وطلع ضرب لهم ستوب، راح مدخل المحترفين، السعر فعلا نزل شويه وطلع ضرب له الاثنين الستوب، الاثنين خلاص زهقوا ومش عارفين ان السعر هينزل، ولكن انت بفهمك للسيوله انت الحته دي لازم تيجي، سواء السعر هيكمل صعود سواء السعر هيكمل هبوط، مش هيطلع ويسيب لي المنطقه دي كده ماشي. طيب راح السعر راح عامل لك ايه؟ راح دخل الناس البروفيشنال اللي احنا اتكلمنا عليهم في في اخر مثال، وبعد كده زي ما انت شايف تك 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 زي ما انت شايف، وخد الايه السيوله اللي احنا قلنا عليها. نفس الكلام، بص الدهب فعلا عمل الاسبوع ده نفس الكلام. طيب تعال ماشي. بص يا سيدي انا هنا عندي قمه، سوري قاع، والسعر راح نازل ما جابهاش، فدي بقت دي بالنسبه لي السيوله صح؟ طيب او دي يعني عشان ده ديل وغلطة بروكر ماشي. بل بالعكس السعر برضو هنا من دي لدي عند السيولة، فهو السعر طالع ياخد سيولة وبعد كده ايه يكمل هبوط. طب هل هنا كان عندي سيولة؟ اه والله كان عندي سيولة في المنطقة دي مثلا في المنطقة دي، ولكن دي برضو السيولة مش مستهدفة، السعر هينزل من غير ما يجيبها، عشان كده بناء عليها اشتغلنا على المنطقة دي. وفعلا السعر بص بقى برضو، بص لو تركز معايا شوية، ناس دخلت من هنا المبتدئين، السعر راح مغفلهم وطلع سحب لهم كل الكلام ده، راح الناس المحترفين دخلوا هنا، ما كانش بقى محتاج يدخل البروفيشنال من هنا، فهو دخل المحترفين من هنا وفعلا نجح المحترفين. هتلاقي بقى مرة ينجح المبتدئين، مرة ينجح المحترفين، وهكذا. فهمنا كده لحد الآن مفهوم السيولة بشكل عام، مفهوم السيولة زي ما احنا قلنا. طيب عندنا برضو شوية حاجات تاني وهي ايه؟ امسح لي كل الكلام ده. عندنا برضو شوية حاجات تاني وهي ايه؟ وهي ان السعر برضو لما يجي يعمل لك مثلا قمة، بص اقول لك على حاجة، ركز معايا، انا هخليك انت تشتغل كأنك صانع سوق. انا دلوقتي السعر عايز يصعد ماشي، اعمل كده، عمال يعمل كده، اعمل كده واعمل كده، وانا الهدف بتاعي في المنطقة دي
انا السوق كسوق عايز اطلع للمنطقه دي. تمام يا سيدي؟ تقول لي تمام. انا هكلمك انت اللي بتتفرج على الفيديو، عايزك انت تشتغل معايا كانك صانع سوق. تمام يا سيدي؟ تمام. هل انت دلوقتي الهدف بتاعك هنا في المنطقه دي كده، وبعد كده عايز تصحح شويه وتكمل صعود؟ ده المثال الاول. وعندك برضو نفس الحركه دي هنا، نفس الحركه. وبعد كده الهدف بتاعك ايه؟ الهدف بتاعك المنطقه دي، ماشي. وبعد كده مش هتصحح بقى وكمان صعود، هتعمل كده وتنزل تاني. فهمنا الحته دي ولا ما فهمناش؟ ما فهمناش، طبيعي جدا. لان انا مش عارف افهمك واحده واحده. انا دلوقتي زي ما بقول لك، انت كصانع سوق، انت اللي بتتفرج معايا على الفيديو دلوقتي، انت صانع السوق وعايز تطلع للمنطقه دي، وتطلع بشكل، تطلع مره واحده بقى وهتشتغل زي السوق وتطلع شويه، تعمل بول باك شويه وتطلع ماشي. طيب انا هنا فين السيوله بالنسبه لي؟ كل القاعان دي فيها سيوله زي ما اتفقنا، صح كده؟ طيب وهنا برضو عندي نفس الكلام، كل القاعان دي فيها سيوله. تمام كده؟ تمام. اقول لك بقى، تيجي تقول لي ايه؟ خلينا اجيب لك دي كده واعمل لك تحت. طيب تيجي تقول لي انت ايه بقى هنا يا سيدي؟ تيجي تقول لي يا عمرو انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن، مش انا دلوقتي عايز اطلع، اقول لك هعمل لك قاع في التاني في التالت. انا بكلمك دلوقتي كانك بتفكر كاساس على سوق، وبعد كده هقوم نازل ساحب لك كل الكلام ده عشان محدش يطلع معايا، عايز اخسر الناس ديت. وبعد كده هقوم عامل كده، مصحح على ارض البلوك هنا، لان برضو لازم اطلع من ارض البلوك وابدا اكمل. انا كده عملت ايه؟ انا كده ما دخلتش اي حد معايا. فهمنا الحته دي؟ طيب يبقى انا لما اشوف السوق بيعمل لي كده، يبقى انا افكر ان هو ناوي يطلع من غير بقى ما يصحح ويكمل صعود لاهداف بعيده. طيب تيجي تقول لي فهمنا الحته دي ولا ما فهمناش؟ طب السوق لو عمل لك كده، هو ده المثال التاني بقى دلوقتي هنبدا نشتغل عليه. لو السوق لقيته بيطلع معايا وهو سايب لي السيوله تحت، وطلع نفس الهدف عمال يسيب لي السيوله، واخد بالك؟ تبقى تتوقع ايه؟ تتوقع ان هو عايز يجيب المنطقه دي، وبعد كده يعمل ايه؟ ينزل يجيب لي الايه؟ السيره اللي تحت هو سايبها لي ليه؟ لان هو لو عايز يطلع ويكمل صعود كان خدهم لك كلهم بالمنطقه زي كده. هو خلاص ريح نفسه وخد لك كل الكلام ده وبدا يعمل لك ايه؟ يصعد. فهمنا الحته دي؟ طيب هو ما عمليش كده، يبقى انا بقى ايه؟ هبدا استهدف دي كده. يبقى هو سايب لي السيوله، هو طالع وسايب لي السيوله. فانا بقى هعمل ايه؟ هستنى السعر لما يطلع لي يسحب لي فوق. لا انت مش هتكون انصح مني، وهبدا استهدف السعر اللي تحت. فانت مع ده بقى هتلاقي السعر عمال يعمل لك تشك وبص وتشك وبص، وانت كمان مستوى اول عمال تقول يا عم ايه الهبل ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم حاجه، واخد بالك؟ وانت عايز اقول لك، انت ما كنتش فاهم سيوله بس فقط لا غير. انما انت في الكلام ده كله انت ولا هتعرف تشتغل ببص، ولا هتعرف تشتغل تشوك. انت هتشتغل سيوله بس. انا حاليا دلوقتي شغال بالسيوله بس، ولا ليش دعوه بالتشوك. انا بس التشوك ده برسمه لكم عشان تبقوا فاهمين التحليل وكده، ولكن انا 80% من شغلي سيوله، ما برسمش هيكل. فهمنا الحته دي؟ اتمنى تكون فهمتها. طب تعالى اوري لك على الشرط برضو، اوريك السوق لما بيبني، لما بينوي يصعد برضو، اجيبها لك على الذهب. او برضو ولا اقول لك خلينا على الذهب، لان الحركه حصلت قدامنا دلوقتي، فهنبدأ ايه؟ نشتغل عليها. طالما هي قدامنا دلوقتي واخر حركة يعني. دلوقتي انا السعر زي ما انت شايف، بص كده اقول لك على حاجة. ايوه، انا دلوقتي السعر عايز يطلع، ويطلع وبقوة كمان، ماشي. بص عمل لك ايه؟ ما سابلكش سيوله وراه. فين اخر قاع؟ هو القاع ده. هل في وراه سيوله؟ اقول لك لا، ما فيش وراه سيوله. صحح عليها وبدا يصعد، ما سابلكش هنا السيوله، فتعرف ان الصعود هيبقى قوي زي ما انت شايف. فهمنا الحته دي؟ طيب بص بقى ركز معايا. انا هنا برضو السعر عمل لي ايه؟ بص، عمال يسيب لي في السيوله. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، أربعة، خمسة. راح السعر راح واقف نازل، خد لك مثلا 30% من السيولة وبدأ يكمل. يبقى أنا خلاص دي اتاخدت، فأبدأ كده ست، سبعة. بص راح عامل لك إيه؟ راح نازل واخد لك 50% أو 60% من السيولة. هنبدأ نتكلم إمتى السعر ياخد 50%، وإمتى خلاص أقول السعر اكتفى السيولة. بص بقى السعر عشان عايز يطلع وبقوة راح عامل لك إيه؟ راح نزل واخد لك كل الكلام ده، أو 60 أو 70% منهم. بص لحد هنا كده ساب لك دول بس، وبعد كده زي ما أنت شايف صعود صعود صعود. طب بص بقى هو صعب بيعمل لك إيه؟ بص، بص ساب لك واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشر. ممكن دي ما جابتش. يبقى أنا عندي السعر وهو طالع، هو مش طالع يكمل بقوة. فاهم؟ لأن هو لو كان بيكمل بقوة كان عمل لك إيه؟ كان عمل لك قاع في المنطقة دي كده،
تك 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 تك، وخد كل السيوله دي عشان يبدا يطلع على نضيف. ما هو مش هيدخلك معاه، لان هو عارف في ملايين الملايين داخلين من هنا، فاهمين؟ فبرضه دي من ضمن الحاجات اللي احنا استهدفنا الايه، المنطقه اللي تحت دي. فهمنا الحته دي يا شباب ولا ما فهمناش؟ انا عندي السعر يصعد ومديني دلال ان لا في سيوله تحت، ففعلا بص دي اخر السيوله، بص السعر جابها. فهمنا الحته دي ولا ما فهمناش؟ اتمنى تكون فهمتها. انا دلوقتي السعر دلوقتي عمال يهبط، بص عمال يهبط، واحده اتنين، عمال يسيب لي سيوله 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 سيوله. فده بيدل على ايه؟ هو نازل يستهدف سيوله ويكمل صعود، مش بيدل ان السعر عمر السعر ما هيفضل ينزل يعمل كده. اوعى تكون ايوه، مش تلاقي السعر، لا يا باشا، هو السعر اصلا بيكون لك سيوله، يدخلك معاه، يقوم طالع واخدهم لك ويكم وهكذا. فهمنا الحته دي؟ طيب انا عندي دلوقتي المنطقه ده اقل قاع، هل في سيوله وراه؟ لا ما فيش سيوله وراه. فين يا عم السيوله؟ كل السيوله دي خلاص اتاخدت اتنضفت بالمنطقه دي. فانا هنا خلاص في اي نعم عندي منطقه واحده بس هي السيوله، كل دي كده بالنسبه لي السيوله. ولكن ايه، طب دي ولا زي دي مثلا، زي ما احنا قلنا دي ولا دي؟ لا طبعا. فده بقى ايه، هنبدأ نشتغل على الحلقات الجاية، وهي السيولة المستهدفة والغير مستهدفة، وامتى اخش من هنا، واستنى السعر لا ياخد سيولة اكتر وياخد سيولة اقل. انا النهاردة فهمتك بشكل عام ايه هي السيولة. ابدأ طور من نفسك، ابدأ. انا اسف ان انا ما شرحتش انا والله كنت عايز اشرح لهم الحلقة دي على المستوى الاول، ولكن كانت يعني انا ممكن اصلا انزل لهم الحلقة دي على المستوى الاول ان شاء الله يعني، لان انا ظلمتهم بصراحه في السيوله. فبس اتمنى انت تتحمس تفهم، بس السيوله مش مطلوب منك تطبق، لان احنا هنشتغل بكل انواع السيوله، لان السيوله دي انواع كتير. وساعات برضو تلاقي السعر عمل لك ايه، تلاقي السعر فضل يعمل لك كده تك 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 تك، وهي مش مستهدفه، فمش هشتغل عليها. فهمنا الحته دي؟ يعني مش كل السيوله تبدا تشوفها كده تبدا تقول لي ايه، لا ده انا استنى السعر وابيع. لا يا باشا مش شرط. فهمنا؟ فبرضه كل دي انواع وعلى حسب مكانها في الهيكل وهكذا. طيب انا برضو ايه يعني، ليه احنا ما اشتغلناش على الانديوسمنت؟ لان الانديوسمنت هي اصلا سيوله، فاهمين؟ بس الانديوسمنت ممكن اقول لك هو فاشل شويه. يعني ايه فاشل شويه؟ يعني انا مثلا وليكن، وانا اقول لك خلينا اكلمك على حلقه كامله خاصه بالسيوله، بالانديوسمنت خاص لوحده كده، عشان نبدأ نشتغل عليه واحده واحده، واقول لك هو ليه اصلا يعني مش هنعتمد عليه. مجرد انت بس فهمت السيوله دي انت مش محتاج تعرف انديوسمنت اصلا. فبس يا سيدي ان شاء الله دي اول حلقه. اوعدك اوعدك ان انت ممكن اقول لك في اول حلقه وهقول لك في اخر حلقه، ان انت لو طبقت واشتغلت معايا من غير ما تتكسف، ابعت تحليلاتك، هتلاقيني برد عليك. هنعمل مكالمات نراجع فيها على كل التحليلات. اوعدك ان انت هتلاقي حاجه مختلفه تماما عن كل الكورسات، لان انا زي ما فهمتك في الفويس بتاعي، ان انا والله قابلت مشاكل كتير جدا احلها انا عايز احلها كلها للناس عامه في الكورس ان شاء الله مدفوع. خاصه ان انا المستوى الاول كان في ناس فعلا بتبعت لي كتير، ولكن حاولت ارد على كل الناس، ولكن الموضوع صعب شويه. عارف انت لما يبقى معاك بقى جروب واخر اليوم كده نص ساعه كده ابدا ارد على ده، الموضوع يبقى سهل شويه، وانتوا برضه هتبدا تردوا على بعضيكم. فاهمين قصدي؟ هيقوي بعضكم واحده واحده كده. فبس يا سيدي، اتمنى ان شاء الله تكون فهمت انا قصدي ايه من الحلقه دي. وانا ان شاء الله هنزلها لهم على اليوتيوب برضه، لان انا ظلمتهم في موضوع السيوله، قلت كل حاجه ما عدا السيوله. وبس استناكم ان شاء الله في فيديو جديد بقى، نبدا اول نوع من انواع السيوله. يلا السلام عليكم.